السلام عليكم. هنبدأ إن شاء الله دلوقتي المحاضرة الأولى من الكورس بتاعنا. في المرة اللي فاتت كنا وقفنا على الانترفيس اللي قدامنا دي، وكنا اتأكدنا من تفعيل برنامج الفيرين. طيب، أنا عشان أقدر أظهر وأخفي القوائم بتاعتي في الانترفيس بتاعة البرنامج بقدر أعمل الكلام ده من قائمة فيو حاجة اسمها تول بارز. زي ما فعلنا قوائم الفيري من هنا أقدر برضو أخفيها بنفس الطريقة، أو ممكن أضغط على علامة الإكس اللي هنا برضو تتمسح معايا، واوريدي بتتأكتف هنا إنها اتشالت. طيب، ايه بقى القوائم اللي قدامنا دي ومين الشخص ده؟ هنعرف دلوقتي. اللي منكم اشتغل على سكتش اب قبل كده هيلاحظ ان في نسخ سكتش اب المختلفة بيكون في شخص مختلف هنا. وجود الشخص ده لسببين. السبب الاولاني ان هو بيكون زي ريفرنس او حاجة، مثلا زي ما اكون اخد شوت لمنتج معين، وبحط جنب المنتج ده حاجة مثلا ملموسة، وليكن قلم أو مثلا إيد بشرية، عشان أقدر أقيم حجم المنتج مقارنة بحاجة معروفة وملموسة بالنسبة لي. يعني باختصار، الشخص ده بقدر من خلاله أقارن حجم الرسم اللي عندي بوجود الشخص. يعني مثلا أنا لو راسم حاجة بالضخامة دي كده، فأنا دلوقتي أقدر أقول إن المبنى ده كبير جدا لأن حجم الشخص الطبيعي بالنسبة له صغير. طيب لو الشخص ده مش موجود، هتحس إن الأمور بالنسبة لك مبهمة، ما انتش عارف الكتلة دي حجمها قد إيه، أو مش متخيل مدى ضخامتها، أو هل هي صغيرة ولا كبيرة. فده هدف من وجود الشخص بتاعنا. طيب، الحاجة التانية هو زي تكريم كده بيعملوه للشخص ده. الشخص ده هو بيكون شخص حقيقي، آه، تبع الشركة اللي عملت البرنامج، بيكون أحد المهندسين اللي اشتغلوا على البرنامج. فكل نسخة من النسخ بيحطوا شخص مختلف. ده كده بالنسبة لموضوع الشخص اللي موجود هنا. طيب، عندي بقى هنا حاجة اسمها الديفولت تري. التري ده بيكون موجود فيه قوائم مهمة جدا للشغل بتاعنا، زي الماتيريال، زي الكومبوننت. طبعا هنعرف كل واحدة منهم بتفاصيلها وبنستخدمها امتى، وازاي برضو بنقدر نزود حاجات في التري، وازاي نخفي حاجات. انا لو عايز اخفي اي حاجه من القوائم دي بضغط على الاكس بتاعتي. عايز ازود حاجه باجي هنا على ويندو، حاجه اسمها الديفولت تري. ممكن اغير اسم القائمه دي خالص، اسميها زي ما انا عايز. ممكن كمان ازود هنا حاجه، اخفي حاجه. كل ده برضو براحتي. يبقى انا بتحكم في التري عن طريق قائمه ويندو. ماشي. طيب، عندي هنا حاجه اسمها الميجرمنت، ودي حاجه مهمه جدا وقويه جدا في برنامج سكتش اب، ان انا بقدر اقيس وبقدر كمان اكتب المقاس اللي انا عايزه. لو انا مثلا عايز خط بطول معين، او عايز برسم مثلا اوضه بمقاسات معينه، فالموضوع ممتاز جدا وسهل جدا في برنامج سكتش اب. عندي طبعا القوائم موجوده في معظم برامج التصميم: الفايل، الايديت، الفيو، الكاميرا. حاجات كتير من القوائم دي شفناها في برامج اخرى زي الاوتوكاد وزي الماكس وزي اغلب البرامج. هنا عندي شويه ادوات للبرنامج. في البدايه حابب افعل حاجه اسمها اللارج تول سيت. ليه اللارج تول سيت؟ عشان فيها اوامر كتير جدا نقدر نشتغل عليها كده في المحاضرة الأولى بكل بساطة. تبقى جنبنا كده. ولو عايز أخفي اللي هنا ده، أجي هنا على جيتنج ستارت. يبقى إذا أول بار كانت موجودة عندنا اللي فيها بعض الأدوات دي اسمها جيتنج ستارت. احنا حاليا هننزل لارج تول سيت، وبعد كده هنظبط الانترفيس تاني في الجزء العلوي ده بشكل معين. بس الأسهل لنا دلوقتي إن احنا نخلي الأوامر كده على شمالنا، والانترفيس بتاعتي أو الورك سبيس بتاعتي مساحة العمل كده فاضية بالشكل ده. بقدر اتحكم برضو في بعض اعدادات البرنامج عن طريق قائمة ويندو. من ويندو باجي على حاجة اسمها البريفرانسز. طيب، ايه اللي موجود فيها؟ والله عندي حاجات كتير. لو بدأنا مثلا بحاجة اسمها الورك سبيس، هي المساحة اللي انا بشتغل فيها. عندي هنا حاجة اسمها يوز لارج تول باتونز. بمعنى ايه؟ انا لو شلت التشيك من عليها وعملت اوكي، شايفين الباتونز او الازرار بتاعتي هتصغر بالشكل ده. والله انت بقى بتختار اللي انت عايزه. هنا اقول له لا والله انا عايزها لارج. تمام. عندي حاجة اسمها التمبلت، اتكلمنا عليها في فيديو التسطيب. ده النموذج او الموديل اللي انت بتشتغل عليه. عندي اكتر من تمبلت، وتقدر كمان تسيف التمبلت اللي انت عايزه. بالنسبة لنا احنا، انا بشتغل على السيمبل والميترز. ده اوريدي اللي احنا شغالين عليه. تمام. عندي حاجة اسمها الشورت كات. الشورت كات اللي هو الاختصارات. بمعنى ايه؟ يعني ده كده معناه ان دي كلها اوامر البرنامج، دي كلها اوامر
البرنامج. لو ضغطت مثلا على امر زي الاوربت هنقول ان هو كده الشورت كات بتاعته هي حرف الاو. طيب انا لو عايز اغيرها والله اقول له اد شورت كات، اكتب هنا مثلا الحرف اللي انا عايزه وليكن مثلا اي، واقول له بلس وغير لي الاي. طب هو كده اضاف الاي ولكن الاو زي ما هي، ممكن اشيلها او ممكن اسيبها زي ما هي. يبقى انا كده بقدر اضيف شورت كات وفي نفس الوقت اقدر احتفظ بالشورت كات القديمه او امسح. انا طبعا مش عايز الاي تبقى هي الشورت كات ولا حاجه، انا بوري لكم مثال. نفس الكلام بقى هلم مجرة كل الأوامر بتاعة البرنامج بنفس الشكل. احنا مع بعض طبعا واحنا شغالين الحاجة اللي ليها شورت كات أنا هعرفكم الشورت كات بتاعتها، وانتوا براحتكم بعد كده حابين تغيروا تمسحوا، ده أمر يرجع ليك انت وسهولة شغلك في البرنامج، بتحدد اللي انت عايزه. طيب عندنا حاجة اسمها الجنرال. طبعا في حاجات هنعمل لها سكيب، ممكن نرجع لها بعد كده في مقادم في الكورس ان شاء الله. جنرال بقول لك انا دلوقتي في موضوع السيفنج عندي حاجه اسمها كرييت باك اب، يعني انا هعمل نسخه احتياطيه وكل 5 دقايق الجهاز بيعمل اوتو سيف وبيكريت لك نسخه. انت حابب تزود الرقم ده مفيش اي مشكله. برضو هنا بيقول لك سوفت وير ابديت، يعني هنا بيقول لك تشيك فور ابديت، يعني ممكن نشيل من هنا اللي تشيك، لانه كل شويه هيقول لك مثلا اعمل ابديت للبرنامج، فلو انت بتنزعج من شكل الويندو دي فايه نلغي التشيك من هنا. نفس الكلام والله دي الويلكم ويندو مفيش مشكلة نسيبها. برضو هنا بقول لك تشيك فور بروبلمز، اوقات بيحصل زي كلاش كده في البرنامج فاقول لك هنا فيكس بروبلمز وين زي ار فاوند، يعني هو اوتوماتيك هيعالج لك المشاكل اللي ممكن تسبب تهنيجة في البرنامج. وطبعا زي ما احنا عارفين ان النسخ او معظم النسخ اللي احنا بنشتغل عليها مبتبقاش اصلية، فوارد في اي وقت يحصل تهنيجة وممكن الملف مثلا ايه يفصل معاك. فموضوع الباك اب وموضوع الاوتو سيف ده بيكون مهم جدا، خاصة في الأجهزة اللي هي بتبقى ضعيفة شوية. طبعا في حاجات هنحتاجها مننا ولكن هنرجع لها في الوقت المناسب. هنبدأ بقى مع بعض دلوقتي نتكلم على الأوامر بتاعة الرسم داخل البرنامج. أول أمر عندنا هو أمر لاين، أمر رسم الخط. أمر لاين الشورت كات بتاعه هو حرف ال L، يعني أنا لو ضغطت على الكيبورد L هيتفعل معايا الأمر، أو إن أنا أضغط على الأيكون بتاعة الأمر مباشرة. طيب انا لو بصيت الاقي عندي 3 محاور رئيسيه، المحور الاخضر المحور الاحمر والمحور الازرق. بالمناسبه عشان الناس برضو اللي هتبقى عايزه تتحرك جوه البرنامج، انا بعمل زوم ان واوت بالسكرول بالبقره، وبقدر برضو اعمل حاجه اسمها اوربت داخل البرنامج. اوربت بضغط على البقره برضو واتحرك جوه البرنامج بتاعي. لو بفرض مثلا ان البقره مش شغاله عند حد فيكم بتضغط على حرف الاو وبالليفت كليك بتتحرك عادي، عشان بس ايه ده مهم جدا عشان تقدر تطبق معايا وانت بتسمع الفيديو ان شاء الله. نرجع تاني للامر لاين، نضغط على العلامة بتاعة القلم. عندي ال3 محاور الاخضر والاحمر والازرق. طيب انا لو ضغطت على اول نقطة كده في اي مكان هضغط، ولو لاحظتوا معايا هنلاقي البار اللي تحت ده بيقول لك هتعمل ايه في الخطوه الجايه. يعني بص بيقول لك ايه كليك تو سكند اند بوينت اور انتر لينس، يعني ايه؟ قال لك يعني انت حددت اول نقطه، تقدر كمان تحدد الطول اللينس بتاعك، او تقدر تحدد تاني نقطه في اي مكان انت عايز، وليكن مثلا انا هقف لحد هنا كده. طيب انا ملاحظ ان الامر ما زال بيشتغل. طب عايز افصل الخط التاني ده، بضغط على ايه؟ على سكيل. وهقول لكم دلوقتي ازاي نعالج ان الامر يفضل مستمر حتى لو ضغطت على الطول اللي انت عايزه. طيب انا كده رسمت الخط باول طريقه ان انا نقطه ورحت حددت النقطه التانيه. وزي ما قلنا الشريط اللي تحت ده بيساعدك وانت شغال تعمل ايه. يعني انا في امر لاين اهو بقول لك ايه، بقول لك كليك تو سيت فيرست اند بوينت، يعني اول نقطه حددها لي. طيب اهو لو انت مش عارف اي امر هتروح تقرا من هنا وهيساعدك. طيب انا همشي كده اهو، واخد بالك ان انا لو مشيت موازي للمحور الاحمر هيحدد لك كده ايه بالشكل ده الخط باللون الاحمر. طب لو مشيت كده انا كده بقيت موازي للمحور الاخضر. طب لو مشيت كده لفوق موازي للمحور الازرق. طبعا اقدر اغير في الالوان بتاعه المحاور دي زي ما قلنا. برضو حاجة مهمة جدا، انا لو ضغطت على الاسهم في الكيبورد شايف ما بيخليكش تعمل اي حاجة تانية غير الاتجاه بتاع المحور. يعني مثلا السهم اللي فوق يديك المحور الازرق، لو ضغطت تاني خلاص هيطلع بره المود ده لفوق اهو. طب لو ضغطت سهم يمين هيمشيك موازي 100% للمحور الاحمر، سهم شمال موازي 100% للمحور الاخضر. دي برضو من الحاجات
المهمة جدا واللي بتحافظ على انك تعمل الخط في الاتجاه اللي انت عايزه مظبوط. طيب انا حددت اول نقطة. انا بفرض مثلا ان انا عايز اعمل خط طوله 3 متر ونص، اضغط على طول في الكيبورد 3.5 انتر، رسم لي الخط كده بطول 3 متر ونص. هنا انا كنت راسم اول مرة يعني بطول كده ايه، والله ما كتبتوش، لكن اقدر طبعا اشوف، يعني أنا لو عايز اكمل الخط اللي انا ماشي فيه ده بقدر اشوف من على اليمين هنا كده ايه الطول بتاعه قد ايه. عايز تحدد انت مفيش اي مشكله خالص، ولكن مثلا هعمل خط موازي للمحور الاخضر اهو بطول 2 متر انتر. طيب خلصت، قلنا نضغط على اسكيب. طب انا زي ما قلت لك بلاحظ ان القلم على طول كل ما اضغط مثلا في اي حته بيفضل مفعل الامر. هنا بقى هنرجع للقائمه اللي احنا كنا لسه عندها من شويه اللي هي ويندو بريفرنسز، نيجي على حاجه اسمها دروينج. اجي ايه اشيل تشيك من على كونتينيو لاين دروينج، ان انا ما اخليش الامر مستمر بعد اول ضغط. تمام بالوضع ده كده اهو. بص لو عملت كده اهو شايف خلاص هي كده خلص. فانت برضو الموضوع ده يرجع لذوقك انت بقى في الشغل بعد كده. انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله ان هو يبقى الكتابه مستمره، مفيش اي مشكله خالص. اقول له اوكي. بقدر كمان اتحكم في الخط بتاعي واقسمه عدد متساوي من القطع. بمعنى ايه؟ لو رحت اخترت كده رمز الماوس ده، هي حاجه اسمها سيلكت هنجيلها بالتفصيل دلوقتي، ويا دوبك كده اعمل ويندو ورايت كليك اقول له والله ديفايد. ديفايد ده قسم لي الخط بتاعي لعدد متساوي من القطع. كل ما احرك يمين او شمال بيبدأ يحدد معايا او يزود عدد السيجمنت او يقللها. وبيكتب لك كمان اللينس بتاع السيجمنت قد ايه، 1.73 متر يعني 173 سنتيمتر. وبتقدر كمان من الويندو دي تكتب عدد القطع اللي انت عايز ايه تقسمها. وليكن مثلا اقول له 5 انتر، خلاص كده بقى ايه عندي 5 قطع متساويين من الخط بتاعي. طيب انا لو كملت رسم كده وضغطت على اللاين وقفلت الضلع ده، ايه اللي هيحصل؟ شايفين ايه اللي اتكون؟ اتكون وجه مصمت. وجه مصمت ما عادش بقى فراغ زي الخط ده كده ما هو في الفراغ، لا بقى عندي وجه مصمت. ولو ضغطت على السلكت وضغطت على الوجه ده الاقيه حدد لي المساحه كده ايه بالمنقط زي ما احنا شايفين. اذا اقل عدد من الخطوط لتكوين وجه او فيس هو 3 خطوط، و3 خطوط عشان اقدر اكون الشكل اللي قدامي ده. طبعا لما اجي ارسم بعد كده حيطه او ارسم ارضيه او حاجه، اكيد الحيطه دي او الارضيه هتبقى وجه مصمت زي اللي احنا ايه مكونين. طيب يعني اقدر اعمل فيس ب4 خطوط اكيد، واي عدد من الخطوط ولكن اقلهم 3. طيب ايه ده؟ طب زي ما احنا قلنا بقى دلوقتي، طب مش انا عملت 3 خطوط اهو متقاطعين، ليه بقى ما قفلوش مع بعض؟ ركز معايا في النقطة دي. لو انا عملت اوربت، شايف الخطوط مش في مستوى واحد، ودي برضو حاجة نهتم بيها جدا بعد كده. انت بترسم في ال 3 دي او بترسم في الفراغ، وارد ان انت تكون ما رسمتش الحاجة في نفس المستوى. طيب اقدر اخليهم في نفس المستوى؟ قال لك اه، لو انا وصلت ده كده بده عمل لي مستوى على المايل، ورسم المثلث او رسم الفيس بتاعي على المايل بزاوية معينة اهو. نفس الكلام اقدر برضو اوصل الخط ده بده كده عمل لي فيس او وجه او وجه اخر. تمام. اقدر برضو اكمل توصيل من هنا لهنا، عملت الشكل اللي قدامي ده كده بقى عبارة عن مجموعة اوجه مرتبطة ببعض. ده كده كان بالنسبة للأمر لاين. وطبعا طول ما احنا شغالين في الكورس هنستخدم الأمر دايما. الأمر اللي بعد كده هو أمر الفري هاند، هو نفس أمر لاين، ولكن كل حكاية إن أنت كأنك ماسك قلم رصاص وبترسم كده بشكل فري، ما بترسمش خطوط مستقيمة زي ما انتم شايفين كده أهو. هو ما يتقالش فيه حاجة أكتر من كده، هو أمر بسيط جدا استخداماته نادرة. طيب بعد كده هنتكلم على حاجة اسمها الإريز. هنطلع بقى هنا كده نتكلم على الإريز، أو بمعنى تاني الأستيكة بتاعتنا اللي بنقدر نمسح بيها. الشورت كات بتاعها هو حرف الإي، أو ممكن أضغط من هنا عشان أقدر أمسح الخط بتاعي. لازم الخط يعدي بالدايرة اللي جوه الأستيكة زي ما انتم شايفين كده أهو. شايف ضغطة كده هنا مسح إيه الخط بتاعه. طبعا زي ما انتم شايفين الخط ده كان معمول له ديفايد، ضغطة كمان همسح ده، ضغطة كمان همسح ده. طب انا هفضل بقى دايما على كل خط اضغط ضغطة واحدة؟ لا، انا ممكن اضغط ضغطة طويلة واي حاجة تعدي في الدايرة بتاع الاستيكة هتتمسح بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين اهو، تتمسح كلها من مرة واحدة. طيب انا عرفت دلوقتي ازاي امسح
الخطوط. طب لو عايز امسح بقى فيس، هاجي اضغط هنا كده، مفيش اي حاجة بتحصل. الحل بقى ان انا امسح احد اضلاع الوجه بتاعي، عشان خلاص كده مش هيبقى ايه كده وجه مصمت. شايفين اهو كده، وبالتالي خلاص ما عادش فيه وجه. ده كده حل. الحل التاني ان انا اجي هنا اضغط على السلكت واروح احدد الفيس اللي انا عايزه واقول له ديليت، ودي الطريقة التانية للمسح اللي هي ديليت. تمام. طيب تعالوا بقى بالمرة نخلص امر سلكت. زي ما قلنا هو الشورت كات بتاعه هو السبيس المسطرة. ممكن وانا في اي امر، يعني مثلا امر زي ده اسمه فولو مي، انا بدخل الامر اهو، لو ضغطت على السبيس يتحول اوتوماتيك لي سيلكت. امر سكيل، امر مثلا بوش، كله نفس الكلام. لو ضغطت على المسطره وانت في اي امر هيدخلك على السيلكت مباشره. عندي كذا طريقه بقى من طرق السيلكت. هو نفس فكره برنامج الاوتوكاد. اللي منكم بيشتغل اوتوكاد، لو انا عملت ويندو من اليمين للشمال، لو قطعت اي حاجه، لو قطعت جزء من اي حاجه بتختار الحاجه كلها. يعني مثلا الفيس ده انا قطعت جزء منه كده بس، شايفين اختاره كله، واختار كمان الخطين اللي الويندو قطعته. طيب من الويندو بقى من الشمال لليمين نفس برضو الكاد. الحاجه الكامله الوحيده اللي بتدخل الويندو هي اللي بيتم ايه تحديدها. يعني مثلا مثلث اتحدد بالكامل اهو، تم تحديده. طب لو ايه، لو اخترت حته منه بس كده خلاص، هو كده ما اختارش اي حاجه في السلكشن، لان الويندو بتاعتك ما دخلتش الحاجة كلها جواها بشكل كامل. ماشي يا جماعة. يبقى بكل بساطة ويندو من اليمين للشمال، لما تقطع أي حاجة بتختارها كلها. ويندو من الشمال لليمين لازم الحاجة كلها تدخل جوه الويندو عشان يتم اختيار. تمام. عندي حاجة لطيفة برضو اسمها invert selection، إن أنا أعكس السلكشن بتاعي. بمعنى إيه؟ أنا والله مثلا بختار الموديل ده وعايز أختار كل حاجة تانية ما عدا هو. بكل بساطة أجي على edit، اقول له حاجه اسمها invert selection، اعكس لي السلكشن بتاعي، اختار الباقي كله. طيب برضو حاجه تانية، لو ضغطت على الموديل ورايت كليك، حاجه اسمها زوم سلكشن، شايفين هيعمل زوم عليه هو بس. تمام. طيب عشان اختار كل حاجه في المشهد بتاعي بعمل حاجه اسمها كنترول A. كنترول A اللي هي سيلكت اول. طيب لو حابب اضيف او اشيل بقى من السلكشن، لو ضغطت على الشيفت شايفين عمل لك جنب علامة السلكشن موجب وسالب. يعني ايه؟ يعني الشيفت وانا ضاغط عليها بتضيف وبتشيل. انا مثلا اشيل الخط ده، وبرضه لو ضغطت تاني ايه هيتم اضافته. طيب لو ضغطت على كنترول، كنترول بتضيف بس، كنترول علامة زائد يعني بتضيف بس. انا لو اشيل مثلا ده كده اهو، اضغط على كنترول اضيف بس، معرفش اشيل من السلكشن. تمام. طيب طبعا اقدر اعمل كنترول ايه، وزي ما قلنا انا ممكن اعمل ديليت بكل سهوله خالص. بفرض مثلا ان انا عملت ديليت للعناصر دي كلها وعايز ارجعها تاني، هعمل كنترول زد اللي هي اندو. والله عايز امسحها تاني، اعمل كنترول واي اللي هي ريدو. اذا كنترول زد اندو، كنترول واي ريدو. برضو اقدر اجيبها من قائمه اديت ريدو وايه واندو. تطبيق كمان حابين نقوله على امر سيلكشن، لو جيت رسمت ريكتانجل كده مستطيل، عندي مكعب زي الشكل اللي قدامنا ده كده بالطريقه دي. انا لو ضغطت ضغطه واحده هنا بالسلكت نقط لي المساحه دي كده وحددها لي. طب لو ضغطت ضغطتين، شايفين حدد لي المساحه وحدد لي كمان الخطوط اللي مكونه الوجه بتاعي. طب ثلاث مرات، 3 كليك، حدد لي المكعب كله. دي من التطبيقات المهمه جدا، وبرضو هنعرف قدام فايدتها ايه. نيجي بقى لامر ريكتانجل، امر رسم المستطيل. الشورت كات بتاعه هو حرف الار. لو ضغطت كده على حرف الار قال لك هنا حدد لي الفيرست كورنر، الضلع الاولاني، وليكن مثلا هنا كده زي ما انت شايف. هنا رسم لك الريكتانجل باللون الازرق. انا لو ضغطت على الاسهم هيبدأ يعمل لك ريكتانجل في مستويات مختلفة، مش بس على الافق. طيب لو خدنا بالنا برضو هنا في الدايمنشن بيقول لك والله اكتب لي ابعاد الريكتانجل وريح دماغك. يعني ما قول لي انت عايز كام في كام وانا هرسمه لك. هنقول له مثلا وليكن 5 في 5. طبعا نكتب 5 و بس طبعا خلي بالك كده مش هيترسم، وبالعربي كده مش هيرسم. نرجع تاني نحول اللغة ونقول له و5 انتر، كده رسم لك مربع 5 في 5. طيب انا لو خدت بالي برضو طول ما هو بيعمل لك الخطوط المنقطة كده في الضلع اللي هو الوتر، ده معناه ان هو بيرسم مربع. لو خدت بالك كده في الابعاد هتلاقيه كاتب
95 و3.95. يعني طول ما هو عامل لك النقط كده انت بترسم مربع كده خلاص مستطيل. برضو دي من الحاجات اللي ناخد بالنا منها. الامر اللي معانا بعد كده هو امر روتيتد ريكتانجل، هو نفس المستطيل ولكن بيترسم بزاوية ميل معينة. اروح افعل الامر. اول حاجة سيلكت فيرست كورنر بالشكل ده كده. طيب انا همشي كده يديني لون احمر، همشي كده يديني لون اخضر. اللون هنا بيحدد لك المحور اللي انت هتلف حواليه. يعني مثلا هنا وليكن انا هخلي الطول بتاعي 4 انتر، بس خلي بالك انت كده هتلف حوالين المحور الاخضر. طيب تعالوا كده هنا هنمشي حوالين المحور الاحمر، يبقى انا الريكتانجل بتاعي هيلف حوالين المحور الاحمر بالشكل ده. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها الويتس والانجل. الويتس ده هو الطول التالت اللي هو في اتجاه الميل مع زاويه الميل، وليكن مثلا 10 و45 درجه اهو. يبقى انا عندي دلوقتي كده احنا رسمنا ده 4، بعد كده رسمنا ده 10، وعندي زاوية الميل 45 درجة. ده روتيتد ريكتانجل باختصار، هو استخدامه نادر شوية. طبعا انا ندخل بعد كده على امر الدايرة. امر السيركل مهم جدا، الشورت كات بتاعه هو حرف السي. طيب اول ما بضغط سي الاقي هنا بيحدد لي حاجة اسمها السايدز. السايدز هي عدد النقط المكونة او عدد الاضلاع المكونة للكيرف بتاع الدايرة. فمنطقي جدا لو انا حددت عدد أضلاع أكبر هتبقى الدايرة سموث أو ناعمة أكتر، وهكذا لو أنا حددت عدد أقل هتبقى إيه الدايرة بتاعتي شارب. يعني مثلا لو خليتها 8 انتر، شايفين بقى شكل يعتبر بقى شكل ثماني بالوضع ده. طيب لو خليته مثلا أرجع تاني أفعل الأمر وأقول له والله خليها لي 100 مثلا. تعالوا كده نقارن. شايف في فرق كبير في الشكل الخارجي بتاع الدايرة. طيب انا دلوقتي عايز اعدل الشكل الثماني ده اخليه سموث. في حاجه اسمها الانتيتي انفو موجوده في الطريق، بضغط عليها بكل بساطه هنا كده بيديني شويه معلومات. اقدر اتحكم في عدد السيجمنت، ازودها واقللها. اقدر كمان اتحكم في نص قطر الدايره. طيب انا هرسم دايره تانية اهو. طبعا اول حاجه بنحددها هي السايدز، بعد كده بتكتب بقى ايه نص القطر اللي انت عايزه هنا في الميجرمنت. تمام، ممكن مثلا اقول له والله 5 انتر، 5 متر انتر. طبعا ده كتير. لو خدت بالك هتلاحظ ان هنا حصل تداخل بين الخطوط، وبالتالي بقى الكيرف او حصل تقاطع. الكيرف المتاح ليك انك تعدل عليه هو الجزئيه دي بس. يعني لو عملت هنا مثلا عدد السيجمنت 15، شايف ده بس اللي تم تعديله. عايز تعدل الباقي بتروح تختار. هنعرف كمان شويه ان انا اقدر اعمل الدايره دي داخل حاجه اسمها جروب، وبالتالي اقدر اتحكم فيها لوحدها ما يحصلش التقاطعات والكلام ده زي ما حصل دلوقتي. بعد كده هندخل على حاجة اسمها البوليجون، هو نفسه يعتبر فكرة الدايرة بالظبط، وكل الحكاية انك بتقلل عدد السيجمنت فيدي لك الشكل المضلع. هنا بقى بيقول لك عدد السايدز نفس القصة. انا ممكن اخليها اصلا دايرة او ممكن اخليها مضلع من البداية. هقول له والله مثلا عايز شكل خماسي انتر، وبالتالي كده بالوضع ده برضو بتحدد كمان نص القطر الداخلي. يعني خلي بالك ده نص القطر الداخلي مماس للدايرة المنقطة اللي هو عاملها لك دي. اقول له وليكن مثلا 1.5 انتر. بس اقدر احول الكلام ده لدايره. اقدر بكل بساطه اهوت اقول له ده مثلا 100، بقى دايره بشكل ممتاز جدا. اذا امر بوليجون وامر سيركل هما الاثنين مرتبطين ببعض، تقدر تتنقل بينهم زي ما انت عايز عن طريق الانتيتي انفو تتحكم فيها. بس خلي بالك من نقطه، ان انا لو انا عندي الدايره بتاعتي عملت لها حاجه اسمها بوش، هنعرفها كمان شويه بالشكل ده، ما بقدرش اتحكم في السيجمنت زي الاول. تعالوا كده نجرب. لو ضغطت على ده كده الانتيتي انفو السيجمنت، راح اقول له مثلا خليها 10، مش راضي يكتب اي حاجه خالص لانها خلاص اصبحت شكل 3D، شكل مجسم. لكن طول ما هي مستوى واحد بالشكل ده كده اقدر بكل بساطه اغير السيجمنت زي ما انا عايز. الامر اللي معانا بعد كده هو امر ارك او رسم القوس. الشورت كات بتاع حرف الايه. عندي اكتر من طريقه. عندي حاجة اسمها سنتر اند تو بوينت، عندي حاجة اسمها تو بوينت بنقطتين، عندي حاجة اسمها 3 بوينت 3 نقط. طيب هنبدأ بأول حاجة كده سنتر اند تو بوينت. أول حاجة بضغط عليها برضو بيكون عندي نفس قصة موضوع السايدز أو عدد الأضلاع المكونة الكيرف بتاع القوس بتاعي. بحدد نقطة المركز أول حاجة السنتر بوينت. بعد كده بحدد بقى الطول بتاعي اللي هو هيكون نص قطر القوس بتاعي، وليكن مثلا أقول له 2. بيبدأ بعد كده يلف بالشكل ده كده زي ما انت عايز.
تمام بالصورة دي. نفس الكلام برضو حاجة اسمها الباي، هو نفس الفكرة بالظبط، سنتر اند تو بوينت، ولكن بيكون لك فيس مغلق اهو الوضع ده كده. احدد نص القطر والف، بيقفل لك القوس بتاعك بشكل ان هو يكون وجه مسمر. يبقى ده كده اول طريقتين معايا، هو نفس الفكرة. بعد كده حاجة اسمها التو بوينت ارك، بقدر ارسم الارك من نقطتين، ادي اول نقطة، والتانية بقدر كمان احدد المسافة اللي في النص بالشكل ده كده. عايز اكتبها مش عايز، انت بتحدد بالعين كده وتضغط على الماوس. طيب بعد كده عندي حاجة اسمها الثري بوينت، 3 نقط، ادي نقطة، ادي التانية، ادي التالتة. بقدر احدد بقى في الطريقة دي الزاوية اللي متكونة هنا عند المركز بتاع الارك بتاعي، بقدر كمان احددها، او برضو زي ما قلت بتحكم انت براحتك في شكل القوس بتاعك. من الحاجات المهمة برضو ان انا اقدر اكمل على اي قوس بحيث ان هو يبقى سموث. بمعنى ايه؟ انا والله عايز اعمل قوس تاني كده هنا، بس يبقى تحس ان الامور بينهم ما فيهاش اي زوايا حد. يعني حاجة كده اكمل، شايفين طول ما هو راسم لك اللون اللبني ده، يبقى انت الكيرف بتاعك هيطلع مكمل مع القوس القديم. لو ضغطت دبل كليك هيعمل لك الشكل بتاعك بالشكل ده كده. اقدر اخلي الكيرف سموث اكتر، اخلي هنا مثلا 50، هنا نفس الكلام اهوت 50، مفيش اي مشاكل خالص. برضو لو جبت هنا الثري بوينت بنفس الطريقة كده اهو، بقدر اكمل بالطريقة دي كده. نروح دلوقتي الامر من الاوامر المهمة جدا نركز فيها مع بعض، هو امر بوش. امر بوش او اكسترود، ده اللي بيحول ال 2D ل 3D. بمعنى ايه؟ تعالى كده نروح هنا على اي فيس او اي واجهة من الاوجه الموجودة دي، ونحاول كده نعمل لها بوش. الشورت كات بتاعه هو حرف البي، بي فور بن. اضغط كده لفوق، شايفين بكل بساطة، واقدر كمان اكتب الديستانس او المسافة اللي هقدر اطلع لفوق بيها او انزل بيها لتحت. ولكن مثلا اقول له هنا 3 انتر. نفس الكلام اهو، اقدر اعمل اكسترود لفوق او لتحت للدايرة بتاعتي. طيب اجي هنا مثلا ارسم ريكتانجل، اقدر ارسم ريكتانجل كده على المستوى ده يكون عمودي على المحور الاحمر بالشكل ده. وهنا نفس الكلام، ممكن ارسم هنا مثلا سيركل، دايرة بالطريقة دي. اقدر اعمل اكسترود، مجرد ما اضغط على البي بيروح هو يلقط المساحة بتاعتي كده بالشكل ده. تمام اهو، اطلع لفوق او لتحت. اقدر كمان احرك الفيس ده لبره بالطريقة اللي قدامنا دي. طيب تعالوا بقى نتكلم على تطبيقات مهمة جدا لأمر بوش. أهم تطبيق وأول تطبيق عندنا إن أنا أقدر أعمل بيه الفتحات، بقدر أكون بيه فتحات الشبابيك وفتحات الأبواب. تعالى كده نرسم الحيطة دي سمكها 20، ونعمل لها بوش بارتفاع وليكن مثلا 3 متر ونص، انتر. عايزين نرسم بقى دلوقتي مع بعض باب. عايز أرسم باب. طب الباب ده شكله إيه؟ الباب شكله ريكتانجل. أروح أرسم ريكتانجل. أبعاد الريكتانجل ده وليكن مثلا نخليها كده، نقول 2 و2، انتر. كده كريت الباب بتاعي. طيب انا دلوقتي بقى عايز افتح الباب، اعمل ايه؟ قالك باستخدام امر بوش. انا يعتبر كده كريت فيس جوه فيس تاني، اروح اقف عليه كده وتلاقيه بيلقط معايا ويظهر بشكل منقط. مجرد ما ارجع لورا ويظهر قدامي الشكل الجري والابيض ده، وضغطة واحدة كمان الفيس بتاعي يتفتح. هنكرر الأمر تاني بس بطريقة تانية. الطريقة التانية إن أنا أروح أمسك السمك بتاع الحيطة بالشكل ده كده من فوق، وضغطة واحدة كمان هيتمسح الفيس بتاعي. طيب عندي كمان طريقة تالتة، وهي إن عارف سمك الحيطة بتاعتي، مجرد بس ما أضغط ضغطة واحدة على الفيس وأبدأ أحرك الماوس لورا من غير ما أضغط على حاجة، أكتب 0.20 عشان خاطر يفتح معايا الحيطة. إذا أنا دلوقتي فتحت الحيطة بتاعتي بثلاث طرق مختلفة. طيب تعالوا ناخد مثال آخر برضه عشان نبقى أمورنا تمام. هنرسم مع بعض دلوقتي وليكن مثلا هنرسم شباك بأمر ريكتانجل. أقول له والله عايز مثلا أبعاده 1.5 في 1.5 متر، إنتر. كريت للشباك بتاعي. طيب زي ما اتفقنا بقى، أول طريقة إن أنا هضغط على بوش وارجع لورا، مجرد ما يظهر لي اللون الجري ده ضغطة كمان هيتمسح. الطريقة التانية إن أنا أمسك سمك الحيطة كلها
والطريقة التالتة إن أنا أكتب 20 انتر. طيب الفكرة إن أنا أكتب 20 إن أنا عارف سمكها. طيب ما تيجوا كده نضيف جزء فوق كده وليكن أرك بارتفاع 45 سنتيمتر، وأمسح الفاصل وأرجع أعمل إيه؟ أعمل بوش للمساحة بتاعتي بالطريقة دي، برضه عشان لو أنت عندك شباك بشكل دائري كده من فوق يبقى أمورك تمام. برضه أقدر إن أنا أعدل، يعني ممكن أمسك مثلا فتحة الباب أخلي العتبة بتاعته بنفس ارتفاع الشباك بتاعي، لو رحت وقفت عليها كده وعملت بوش لحد الشباك برضه هقدر أحرك العتبة بتاعتي بالطريقة دي. طيب تعالوا بقى نروح لتطبيق تاني برضه مهم. هعمل بوش للمساحة دي بارتفاع 2 متر. طيب أنا لو عايز أعمل 2 متر كمان بالطريقة دي كده هرفع لفوق وأضغط على بوش تاني بالشكل ده. بس أنا دلوقتي ما عنديش الفاصل، أنا ما عنديش الفاصل اللي بين الاتنين والاتنين. طيب لو أنا ضغطت كنترول هتظهر علامة الزايد، ساعتها رفعت ل2 متر وعمل لي فاصل بين الارتفاعين. يبقى أنا بكنترول كل ما أضغط بيظهر لي علامة الزائد، كل ما إيه ما أضغط تاني تشال علامة الزائد. أنا طلعت كمان 3 متر بالشكل اللي قدامي ده. طيب تعالوا بقى تطبيق كمان آخر. عندي هنا كده ريكتانجل عملته مكعب، وعندي ريكتانجل تاني ولكن أبعاده مش زي أبعاد الريكتانجل الكبير. بكل بساطة لو أنا عايز أوصل الأبعاد لنفس الشكل، هنا مثلا الارتفاع بروح بكل بساطة أحدد الفيس وأوصله لحد فوق، ونفس الكلام بالنسبة للجزء التاني. طيب عندي كمان تطبيق تاني، وإني لو ضغطت دبل كليك على الكتلة بتاعتي أو على الفيس بتاعي اللي أنا بعمل له بوش، بيكرر نفس مسافة البوش اللي كانت فيه المرة اللي قبلها. زي ما أنا شايف كده كل ما عمال أضغط بيكرر لي نفس قيمة البوش اللي أنا عملتها. هنتكلم دلوقتي بقى عن أمر مهم جدا من أوامر الإيديت. المجموعة دي على بعض اسمها أوامر الإيديت، ألا وهو أمر موف. أمر موف الشورت كات بتاعه هو حرف الإم. طيب أنا دلوقتي قدامي كتلة زي اللي قدامي بالشكل ده كده، حابب احركها انقلها من نقطه للتانيه. طيب اقول له والله انا اوريدي فعلت موف، ممكن اجي اسحب كده ابص الاقي ان الدنيا اتشوهت معايا وباظت. طيب اسكيب، طب نحاول نسحب من منطقه تانية او المكان ده. هنا الاقيه بيحرك لي الفيس ده زيه زي امر بوش، وبالتالي انا ما قدرتش اتحكم في الكتله كلها. طيب حد فيكم يقول لي طب ما انت ممكن تعمل لها سيلكشن وتحركها كلها على بعض، ده حل كويس. طيب اروح اعمل ويندو من اليمين للشمال عشان احددها، او من الشمال لليمين، او برضه عندي حل تالت ان انا اعمل 3 كليك. كل ده اوكي ما فيهوش مشاكل، وهقدر اقول له موف بكل بساطه، واختار مثلا من النقطه دي المسافه اللي انا عايزها وليكن مثلا 6 متر، واقول له انتر. طيب ده جميل قوي. طب انا لما يكون بقى عندي عدد كبير جدا من الكتل او من العناصر او من البلوكات داخل الملف بتاعي، هل هيكون الحل ده بالنسبه لي ممتاز؟ لا طبعا، هلاقي ان الفيسز او الخطوط تداخلت مع بعضها وحصل عندي مشاكل داخل الموديل بتاعي. طيب ايه الحل للكلام ده؟ قال لك الحل ان انا عشان اقدر احرك كل حاجه داخل الملف بتاعي من غير ما يحصل مشاكل، ان انا اعمل حاجه اسمها ميك جروب. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ بعد ما اعمل سيلكشن رايت كليك اقول له ميك جروب، تمام بالشكل اللي قدامي ده كده. انا خليتها كده جروب على بعضها. اقدر كمان اعمل لها هايد، اقدر كمان اعمل لها حاجه اسمها لوك، ان ما اقدرش اتحكم فيها ولا اقدر امسحها. لو حبيت ارجع تاني اقول له حاجه اسمها انلوك. تمام ده كده بالنسبه لموضوع الجروب. طيب انا دلوقتي عايز اعمل نسخ، فرض ان ده كرسي مثلا وانا عايز منه نسخه تانية، اعمل ايه؟ قال لك امر موف لما بنكون فيه وبنضغط على زرار الكنترول بالوضع ده بيتفعل معايا علامه الزائد. في الحاله دي يتحول امر موف الى امر كوبي. برضو اختار من اي نقطه كده وامشي المسافه بتاعتي، اقول له والله عايز نسخه على مسافه 5 متر انت. طيب قال لك وانت بعد ما تعمل الكلام ده مباشره وحبيت تاخد نسخ اكتر من غير ما تطلع من الامر، هتبقى تكتب فيه، بس هنا خلي بالك فيه هي الاكس، هي الاكس. في مثلا انا عايز 3 نسخ كمان، اقول له في 3 انتر، عمل لك 3 نسخ اهو، مع العلم ان اول نسخة بتكون محسوب. تمام. طيب انا عايز اعمل كوبي هندسة ولكن بشكل اخر. ازاي؟ قال لك والله انا لو عندي مثلا ده الفراغ بتاعي وعندي العدد اللي انا محتاج اكرره، وليكن مثلا من الخط ده كده لحد آخر خط
الناحية التانية بالشكل اللي قدامي ده. فأقول له خلاص ماشي، يعني أنت عايز تاخد أول نسخة هنا وآخر نسخة هنا وهيكون في عدد في النص. طيب أعمل إيه؟ هقول له والله آدي كنترول يعمل لي علامة الزائد، أقدر في الحالة دي آخد النسخ، أحط هنا على آخر خط طيب أنت عايز بقى كام نسخة جوه؟ قال لك أنا عايز جوه برضو 3 نسخ. إذا عشان أقدر أعمل الكوبي بالطريقة دي هقول له المرة دي بقى مش فيه، هقول له على فوق الأرقام في الكيبورد على كام واحد بقى؟ على 4. ليه؟ لأن أنت عايز 3 وبالتالي ال4 دي هي عدد المسافات البينية. تعالوا كده نضغط انتر ونشوف بالشكل ده اهو. تمام؟ يبقى عشان نختصر الكلام أنا دلوقتي أقدر أعمل كوبي إن أنا أكرر العدد زي ما أنتم شايفين كده، وأقول له مثلا في 7 هيكرر لك بالطريقة دي. طيب أقدر كمان أقول له والله لأ أنا عندي مسافة محددة، عندي مسافة محددة مثلا وليكن المسافة دي أهو لحد هنا، واضغط واقول له على مثلا 5 يعمل لك ايه؟ 4 نسخ. طيب اذا 4 نسخ دول ال5 بقى بتكون هي المسافات البينية بينهم بالشكل اللي قدامي ده. طبعا الكلام ده هيبقى بالنسبة لكم سهل جدا مع التطبيق. طيب أنا دلوقتي عملت النسخ وأموري تمام وكل حاجة، والعميل طلب مني والله أنا عايز يا هندسة تعدل لي في الكورس بتاعي أو في الموديل بتاعي تعديلة. طيب أنا دلوقتي مثلا عندي مكان حاطط فيه 100 كورس، هل بقى هقعد أعدل في ال 100 كورس مرة واحدة؟ لو أنت ما كنتش عملت حاجة اسمها كومبوننت واكتفيت بموضوع الجروب يبقى أنت هتعدل فعلا ال 100 مرة. طيب الحل إيه؟ قال لك الحل إن أنا أعمل حاجة اسمها ميك كومبوننت. ايه حوار الكومبوننت ده؟ قال لك الكومبوننت بيكون هو نفس الجروب ولكن في امكانيه ان انا لو عدلت حاجه يتعدل في جميع النسخ. طيب اروح احدد مثلا النسخه دي، اقول له رايت كليك حاجه اسمها ميك كومبوننت بالوضع ده، بيقول لك والله اكتب لي اسم الكومبوننت بتاعي، اقول له كرييت. اقدر كمان اكريت الكومبوننت عن طريق الايكون دي، ايكون اسمها ميك كومبوننت. بكل بساطه احدد الجروب اللي انا عايز اخليه كومبوننت واقول له ميك كومبوننت بالطريقه دي. عشان تتاكد ان هو بقى كومبوننت رايت كليك وحاجه اسمها ايديت كومبوننت بتتفعل معايا. طبعا الكومبوننت ده غير الكومبوننت اللي قبله لان كل واحد ليه اسم مختلف. خلونا بقى نمسح ده ونشتغل على الكومبوننت بتاعي اللي هو ده. طيب انا هاخد منه نسخ اهو، انا بقى اتعلمت خلاص. هاخد نسخ وليكن مثلا 4 انتر واقول له في 10 انتر، عمل لي اهوت 10 نسخ غير النسخة الأصلية بتاعتي. تمام. طيب تعالى بقى نعمل التعديلة اللي العميل عايزها. هضغط هنا مثلا على الكومبوننت ده، لو لاحظت هيخلي بالك ان هو بدأ اهو، بدأ هنا يحدد لي كل الفيسز بنفس الشكل. هقول له والله عايز اعمل هنا مثلا دايرة بالطريقة دي كده واعمل لها بوش لجوه بالطريقة دي كده اهو. زي ما انتم شايفين اتعلم او اتحدد التعديل في كل النسخ زي بعضها. طيب بفرض بقى ان انا عايز اميز نسخة واحدة من دول، اعمل ايه؟ عندي حاجة لطيفة خالص اسمها ميك يونيك، خلي لي النسخة دي فريدة عن بقية النسخ. وخلي بالك انت لو اخدت برضو منها نسخ بالطريقة دي كده، لو انا اخدت منها نسخ هي برضو هيبقى التعديل فيها مع بعضها متاح، يعني اقدر اعدل فيها برضو، هيتعدل في جميع النسخ المميزة اللي انا ايه اللي انا عملتها. يبقى الموضوع باختصار انا بعمل جروب عشان اتحكم في الكتل بشكل اسهل، عايز اميز او عايز اخلي التعديل متاح في كل الجروبس بعمل حاجه اسمها كومبوننت، ولو حبيت اميز نسخه واحده من الكومبوننت ده بخليها حاجه اسمها يونت. طيب يا هندسه انا عايز ارجع الجروب تاني عباره عن خطوط وفيسز بكل بساطه على اي جروب او كومبوننت، رايت كليك اقول له حاجه اسمها اكسبلود، فجر لي الكلام ده كله رجعه لي زي ما كان بالشكل ده. هنتكلم بعد كده عن امر مهم برضو معانا هو امر روتيت. الشورت كات بتاعه هو حرف الكيو. طيب امر روتيت هو امر اللي انا بعمل بيه الدوران بتاعي. مثلا هاخد الكتله دي هنا بالوضع ده، اقول له والله عايز اعمل روتيت للفيس ده بزاويه مثلا 45 درجه، اروح اقول له روتيت. لون المنقله، خلي بالك لون المنقله هو لون المحور اللي هيلف حواليه الكتله بتاعتي. يعني مثلا هنا باللون الاحمر لو انا ضغطت وكملت شايف بيلف حوالين المحور الاحمر. طيب اللون الاخضر نفس الكلام بلف حوالين المحور الاخضر، وهكذا بالنسبه للمحور الازرق. طيب انا دلوقتي عايز الف حوالين المحور الازرق. طيب اضغط من هنا وليكن دي نقطه الصفر بتاعتي. انت طبعا خلي بالك تاني ضغطه بتحدد لك النقطه اللي هيبدأ منها يعد. هنا مثلا الصفر يبدأ يعد بقى الزوايا بتاعتك، ولو خدت بالك هنا هتلاقي الانجل بتاعتي بتتحرك بالوضع ده، هقول له 45 انتر. يبقى الموضوع بسيط جدا. طيب عايز الف مثلا
هنا بالشكل ده اهو، كده اهو، واقول له والله الفيل ده بزاوية 90 درجة اهو. برضو لو عايز اعمل روتيت للكومبوننت ده بكل بساطة اقول له اهو كيو او روتيت والف زي ما انا عايز واكتب الزاوية اللي انا محتاجها. لو انا عايز الف حاجة على شكل دائري، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا عندي هنا دايرة بالشكل ده كده وعايز الف الكومبوننت ده كده حواليه، هنرسم هنا كومبوننت بالطريقة دي. تمام، انا عايز الف حوالين الدايره، اعمل ايه؟ اذا النقطه بتاعتي الاساسيه هي مركز الدايره، اروح احدد مركز الدايره كده، وعشان القط السنتر بتاع الدايره بشكل مناسب بفعل امر لاين، وبكل بساطه هيبدا هو يسناب او يلقط الدايره بتاعتي بكل بساطه اهو. واخد هنا اي خط كده بحيث ان انا احافظ على مكان السنتر بتاعي. طيب احدد ده كده واقول له روتيت، ودي هتبقى نقطه الصفر بتاعتي بالشكل ده كده، نقطه الصفر بتاعتي اللي هبدا ألف منها حوالين الدايرة بتاعتي. طيب بكل بساطة تاني أهو، كده مسكت الشكل. لو أنا عايز ألف بشكل دائري هكتب الأنجل وخلاص وما عنديش أي مشكلة. طب لو عايز آخد نسخة بقى بنفس طريقة الموف، هضغط على كنترول يحول لي الأمر لروتيت مع كوبي، يبقى أنا دلوقتي باخد نسخة على شكل دائري بالطريقة دي كده. أقول له والله الزاوية مثلا 45، هقول له عدد النسخ بتاعتي 7 نسخ في 7، انتر، عمل لي الشكل اللي قدامنا ده كده. لازم تجربوه، ومع الوقت زي ما قلت لكم الاوامر دي كلها تبقى بسيطه. طيب تعالوا نعمل تطبيق تاني برضو بنفس الكونسبت وبنفس الفكره. عندي هنا ارك بالطريقه دي كده اهو، بالشكل ده، بالوضع ده كده، وعندي هنا وليكن هنا حاجه سلندر كده، حاجه اسطوانيه، اقول له جروب، عايز برضو اكررها حوالين الشكل. طيب برضو اول خطوه ان انا اروح القط مركز الدايره كده اهو بالطريقه دي، واخد خط بحيث ان انا احدد المركز في النقطه دي. احدد الشكل بتاعي واقول له كيو من هنا، ودي النقطه اللي هيبدا يلف ايه، يلف منها كده. طيب لو ضغطت كنترول هيبدا يعمل لي النسخ. وبرده زي ما اتفقنا ان انا اقدر احدد الزاويه واقول له في كذا، او بنفس طريقه موف برده ان انا ممكن اروح على اخر الخط بتاعي واقول له مثلا على 10، انتر، يعمل لي مسافات بينيه كده بالطريقه دي. تمام، يبقى اذا روتيت التطبيقات بتاعته قريبة برضو من أمر موف، من ناحية إن أنا بقدر أعمل كوبي. هنتكلم دلوقتي مع بعض عن أمر فولو مي. أمر فولو مي مهم جدا، بعمل بيه الكرانيش وبعمل بيه أي حاجة بتدور حوالين مسار معين. بمعنى إيه؟ عشان نقدر نفهم مع بعض محتاجين نعمل تطبيق مهم جدا. فرض إن أنا عندي مثلا دي كتلة خارجية لمبنى كده دور أول، وعايز أعمل حواليه كورنيشة كده داير ما يدور. تعالوا كده نشوف هنرسم الكورنيشة حوالين المبنى إزاي. طيب انا عشان اطبق الامر محتاج حاجتين، محتاج قطاع ومحتاج مسار. قطاع اللي هو قطاع الكورنيشة، والمسار اللي هي هتلف حواليه. طيب تعالى نشوف كده المسار. طبعا المسار بتاعنا موجود اللي هو المحيط الخارجي للمبنى ده. طيب الكورنيشة فين؟ اقول لك انا والله ايه، لو معكش كورنيشة جاهزة انت محملها، تعالوا نرسم مع بعض القطاع بتاع الكورنيشة. ماشي، انا هعمل بفرض مثلا ان قطاع الكورنيشة عامل بالطريقة دي. نيجي مثلا نعمل الجزء الداخلي ده كيرف بالشكل ده كده، نمسح ده كده، واجي عند التقاء الخطين دول عشان امسحهم مرة واحدة بالاريز. كده بقى عندي القطاع وبقى عندي المسار. طيب انا عندي اكتر من طريقة عشان اطبق الامر. اول طريقة ان انا بضغط كده على الفولو مي مباشرة، واخد هنا القطاع بتاعي امشي بيه على المسار بالشكل اللي قدامي ده كده والف. انا مجرد على فكره يا جماعه انا بحرك الماوس بس على المسار، مش ضاغط على اي حاجه نهائي. ادي كده اول طريقه عندي، دي كده اول طريقه. تمام، طيب كنترول زد. تعالوا نشوف الطريقه التانية. الطريقه التانية ان انا احدد الفيس ده كله على بعضه واروح اقول له فولو مي على القطاع بالشكل ده. دي كده تاني طريقه. طيب تالت طريقه ان انا ممكن احدد الخطوط بس الخارجية للفيس ده، مش لازم احدده كله. يعني اضغط هنا وكنترول احدد ده كمان، كنترول وكنترول، لازم اكون ضغط كنترول وبعد كده اشيل ايدي من على الكنترول واروح برضو فولو مي، اقول له لف لي بقى على المسار اللي انا لسه محدده. يبقى انا دلوقتي عملت 3 طرق عشان اقدر اعمل الكورنيشة بتاعتي حوالين المبنى. برضو
بالمناسبة انا اقدر اعمل استرتش او اقدر ازود الابعاد. بفرض مثلا ان انا عندي البعد ده كده 7 متر 15 سنتي، ممكن والله لو انا عايز اخليه مثلا 8 متر، ممكن بكل بساطة اروح اعمل ويندو كده بالشكل ده واقول له موف 85 سنتيمتر كده، بقى عندي دول كده ايه 8 متر. اقدر برضو اعمل موف لفوق، بس خلي بالك عشان ما تحددش حاجة. انت ممكن لما تيجي تحدد بالشكل ده تاخد حاجة من ورا، لا انت تروح جاي عامل اوربت بالوضع ده كده، وويندو من الشمال لليمين، بحيث ان انا اتاكد ان ما ايه ما اكونش خدت حاجه من ورا، واقول له موف مثلا لفوق كده وليكن 1 متر. تمام. طيب انا طبعا لما اجي اعمل امر فولو مي في شغل انتريور، اكيد ان شاء الله هعمل الكورنيش او هعمل بيت النور القطاع بتاعه بعد كده هعمله في جروب، عشان ما تبقاش الدنيا كده سايحه على بعضها. فرض مثلا ان انا عايز امسح الكورنيشه دي، هيبقى عندي مشكله ان انا والله عشان امسحها كده هضطر اقعد بقى ايه بالاريز واحده واحده كده امسح، فبالتالي الموضوع هيبقى متعب جدا، وممكن امسح حاجه انا مش عايز امسحها. وبالتالي يبقى الافضل من البدايه دايما في شغلنا بعد كده ان شاء الله ان احنا نعمل اي قطاع داخل جروب، وندخله المسار بتاعه في الجروب، ونعمل امر فولو مي زي ما هنعرف ان شاء الله بعد كده في الورشة بتاعتنا. تطبيق اخر برضو الامر فولو مي، انا اقدر كمان ارسم قبة فوق المبنى ده. هعمل هنا سيركل زي ما قلنا، انا محتاج ايه؟ محتاج قطاع ومحتاج مسار. طيب الدايرة الاول هي اللي هتبقى الايه؟ هي اللي هتبقى زي ما بتقولوا كده، هي اللي هتبقى المسار بتاعي. طيب انا عايز احدد سنتر الدايره بالشكل ده، واروح امسح بقى الخطوط المساعده بتاعتي دي، واقول له سي عدد السايدز اخليها 200 انتر. هنا ده المركز بتاعي اهو. بالطريقه دي كده ارسم المسار بتاع الدايره. طيب انا دلوقتي رسمت المسار، محتاج القطاع. طيب ركزوا معايا بقى في النقطه دي، انا هرسم القطاع اهو، ده السنتر بتاع الدايره، كاتب لك عليه سنتر اهو. اجي هنا كده مثلا امشي، اطلع هنا فوق. خلي بالك ان انت ماشي في اتجاه الرأسي، ممكن تضغط على السهم اللي فوق في الكيبورد عشان تتأكد، وليكن مثلا ده ارتفاع القبة. ادخل كده يمين وانزل على الشكل ده. انا كل هدفي ان انا اعمل فيس اقدر انحت عليه او ارسم عليه القطاع بتاع القبة، وليكن مثلا ده شكل القبة ليها قاعدة كده من تحت، وفي ارتفاع هنا كده، وبعد كده الكيرف بتاع القبة بتاعتي اهو بالصورة دي. خلي بالكم انتوا تقدروا بقى ترسموا اي حاجة بنفس الطريقة. اقدر كمان ارسم عمود بشكل معين. هنا ممكن مثلا اجي على الجزء ده كده اعمله بالطريقة دي كده اهو، وامسح ده وامسح النقطتين دول. احدد زي ما قلنا، احدد المسار بتاعي واقول له فولو مي. ده شكل القبة بتاعتي اهو بالطريقة اللي احنا شفناها دي. برضو ده كان تطبيق من تطبيقات، وهكذا بقى زي ما قلنا حاجات كتير قوي تقدر ترسمها بأمر فولو مي، لو مفيش طبعا بلوك جاهز للحاجة. هندخل بعد كده على امر سكيل. امر سكيل الشورت كات بتاعه هو حرف الاس. اقدر بامر سكيل اتحكم في حجم الكتله بتاعتي، وليكن مثلا هاخد المكعب ده كده اطبق عليه، يفضل اعمل له جروب. مجرد ما اضغط سكيل بيبدا يتكريت عندي مجموعه نقط بالشكل ده. طيب انا دلوقتي لو عايز امط الشكل بتاعي ده او اعمل له سكيل في الاتجاه ده، مجرد بس ما اضغط على النقطه اللي في السنتر دي اللي في نص الفيس ده، هيتحرك معايا في اتجاه واحد بس. طيب هنا هيتحرك في الاتجاه التاني. طيب لفوق هيتحرك في الاتجاه الرأسي. اذا النقطة اللي موجودة في نص الفيس هنا وهنا وفوق وتحت بتتحرك في اتجاه واحد. طيب النقطة اللي موجودة بقى على التقاء الزاوية اللي هي دي كده في المنتصف دي، بتتحرك بشكل قطري وبتتحرك بتاخد معاها ضلعين اللي هو اكس وواي، او هنا الاحمر والاخضر، لكن في الاتجاه المحور الازرق مفيش اي حركه. نركز مع بعض. يبقى اذا النقطه اللي في النص دي بتتحرك في اتجاه واحد، هنا مثلا بتتحرك موازي للمحور الاحمر، اما هنا بتتحرك موازي للمحور الاخضر، اما النقطه دي بتتحرك موازي للمحور الازرق. ولو ضغطت على نقطه من على الضلع كده التقاء الزاويتين في النص، هتاخد الحركه بشكل قطري في اتجاهين، المحور الاحمر والمحور الاخضر. تمام. طيب لو عايز احرك بقى التلات اتجاهات بنفس النسب، يعني اكس وواي وزد بنفس النسب من غير ما يحصل تشوه في الشكل بتاعي، امسك المكعب بتاعي اللي موجود في الزاوية فوق ده،
زي ما انتم شايفين كده بيتحرك طول وعرض وارتفاع بنفس النسبة. يعني مثلا لو انا عندي مكعب 2 في 2 في 2 وعايز اقلله للنص، يعني اعمل سكيل نص، بس التلات اضلاع الطول والعرض والارتفاع برضو يقلوا بنفس النسب، اقدر احرك من هنا واقول له 50% او نص كده انتر، هيديلك نص الابعاد اللي كانت موجودة. لو عملت كنترول زد تعالى كده نشوف، عندي هنا كده ده 9 متر 79 سكيل نص، هيديلك نص المسافة بالظبط زي ما انتم شايفين كده. تمام. يبقى عشان ما بوظش النسب بتاعتي، لان انا بعد كده مثلا عندي كرسي جاي حجمه اكبر من الطبيعي، عايز اعمل له سكيل، طبعا مش هقعد اشد بقى في الاتجاه ده شويه والاتجاه ده شويه والاتجاه ده شويه، لا احركه مره واحده من النقطه اللي فوق دي، بحيث ان النسب بتاعته تفضل مظبوطه وتفضل مناسبه وشكلها مقبول. اقدر برضه احول امر سكيل لامر ميرور. اللي منكم بيشتغل كاد عارف الميرور طبعا، ان انا بعكس مثلا الوش ده يبقى الناحيه التانية. طب تعالوا كده نميز الفيس ده كده بشكل معين اهو، بالطريقه دي كده. تمام. عايز اعمل له ميرور الناحيه التانية، بقدر بسكيل اعمل الكلام ده، اضغط هنا كده واقول له سكيل، واجي على النقطه دي، لان انا عايز الميرور يبقى في الايه، في الاتجاه ده. اضغط من النقطه دي كده اهو، واعكسها -1 عشان تطلع بنفس الشكل ونفس النسب بالظبط الناحيه التانية. ده كده بالنسبه لي ميرور. طيب هل انا اقدر اعمل ميرور مباشره بامر داخل برنامج؟ اقدر. عندي حاجه اسمها فليب، والامر ده الايكون دي مضافه جديد في النسخه دي من البرنامج. لو ضغطت عليها كده بالشكل ده هنا اهو، شوف بيعمل لك الثلاث محاور الرئيسيه. بيقول لك حدد لي البلان اللي انا هعكس الامر حواليه، يعني هخلي الميرور حواليه. بمعنى ايه؟ انا لو خدت ده كده هنا، يبقى انا هيعمل لي الناحيه التانية من المحور الاخضر بنفس المسافه دي كده، بنفس المسافه دي هيحط لي فيس. لو ضغطت كنترول، شايفين؟ خدتوا بالكم؟ طيب ده نفس اللي كان بيحصل في برنامج الاوتوكاد، كان بيقول لك حدد لي المحور اللي هيبقى هو المرايه بتاعتي. تعالوا نكرره تاني. انا مثلا فرض عندي الكتله دي هنا كده، ناخد حاجه مميزه شويه، ناخد دي كده هنا اهو، واقول له امر فليب بالشكل ده. بيقول لك والله انا عندي ثلاث محاور، عايز الميرور حوالين محور الازرق ولا الاحمر ولا الاخضر. انا مثلا عايزه حوالين المحور الاحمر. بيقول لك طيب حدد لي بقى المسافه اللي انا هعكس منها، اللي هي المرايه بتاعتي. لو انا سبت دي كده، شايف؟ قلبها لك الناحيه التانيه. ليه؟ لان انا ما ضغطتش كنترول. تضغط كنترول يعمل لك نسخه تانيه. تعالوا نكرره تاني. هات هنا كده اهو، ومع كنترول يديني نسخه تانيه. طيب كنترول زد، انا عايز حوالين المحور الازرق، يبقى ده المرايه بتاعتي اهو، اعمل لك نسخه تانيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى اذا انا عندي كده طريقتين اقدر اعمل بيهم ميرور. ممكن اعمل عن طريق امر سكيل، ولكن امر سكيل مش هيديلك نسخه. لو انت مش عايز نسخه، بكل بساطه خلاص يا عم سكيل اهو، الناحيه التانية -1 تمام. طب لفوق اهو -1 تمام. اقدر في كل الاتجاهات اعمل ميرور بدون اي مشاكل، بس مش هيحقق لي نسخه تانية. طيب انا عايز نسخه، لا هستخدم بقى امر فليب بالشكل ده، وبتحدد والله المحور اللي انت عايزه، وتضغط كنترول عشان يعمل لك نسخه ايه، اضافيه.